السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة عندنا أفكار حلوة جدا بطابع إسلامي، وكمان أفكار لمشاريع مربحة جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل إيه مع بعض. عندي هنا الكرتون اللي معايا ده مقاسه 25 في 25. هحتاج معايا 3 قطع. عايزة أعمل اسطمبة كده يكون ليها سمك شوية. طبعا هستخدم ايه هنا، عندي غيرة هوزعها كويس على كل قطعة كرتون، وهلزق التلاتة فوق بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاجي دلوقتي بعد كده برضه هوزع غيرة تانية، وهغلف الظهر وهغلف ناحية من النواحي بالورق ده. يعني ده كان ورق عندي بتاع من كراسة رسم، هغلف فيه بالشكل ده. واقفل طبعا الجوانب عشان انا عايزة اغطي كل حاجة في الكرتون. طبعا انا هنا دلوقتي وزعت كويس جدا وقفلت بالشكل ده، ويفضل ان انا اسيبها شوية لحد ما الغيرة تنشف معايا. ده الافضل. يعني بعد كده هبتدي دلوقتي هجيب عندي قطع من القماش ده وبواقي قماش كمان، هوزع برضو غيره والزقها بيه، ويفضل تكون غيره تقيله. هاجي بقى دلوقتي بعد كده هلزق كده واثبت الاسطمبه بتاعتي على القماش، واضغط واخرج كل الهواء اللي موجود فيها. بعد كده هبتدي اقفل الجوانب بنفس الشكل ده. طبعا احنا ممكن نستخدم الشمع، بس طبعا الغيره افضل بكتير للكرتون. وطبعا هنا انا دلوقتي بقفل الجوانب كده، واي زياده هقصها بالمقص زي ما حضراتكم كده شايفين. قفلت الاربع جوانب بقى معايا الشكل ده. عندي الشريط اللي هو الشريط المطرز ده، انا عاملاه على ايدي. ده لو حضراتكم عايزينه ان شاء الله اعمله في فيديو لوحده، وفي اشكال تاني طبعا لتطريز الشريط ده. التطريز ده تطريز بالخرز زي ما حضراتكم شايفين كده انا عملته. وهبتدي دلوقتي هقفل بيه الاسطمبه بتاعتي. فان شاء الله لو حابينه باذن الله اكتبوا لي وانا اعمله معاكم ان شاء الله. هاجي بقى هنا دلوقتي عندي هنا مجموعه من الشرايط. عندي يعني شرايط الزجزاج متوفره عندي هستخدمها. هعمل حوالي 4 5 طبقات. يعني في تدرج في الالوان. طبعا هنا بيرجع حسب ذوقكم او حسب حضراتكم المتوفر عندكم. يعني تقدروا تستخدموا اي شرايط متوفره عندكم. عملت الاول كده لفيت المربع بتاعي كله بالشريط الروز اللي هو الزجزاج. وبعد كده ده قطان على فكرة يا جماعة، قطان زجزاج. لفيت كده الطبقة الأولى، والطبقة التانية سيلفر، والتالتة لون الدرجة من درجات الموف. آخر طبقة طبعا مش هعملها دلوقتي. هجيب عندي الترتر اللي انتوا شايفينه ده أو الملالين. هاخدها كده، الدواير دي هي بتتباع في محلات الخردواتي. طبعا خدتها وقصيت منها طرف صغير. وهبتدي دلوقتي كده ألف برضو التربيعة بتاعتي كلها. هقول لكم دلوقتي على البديل ده، لو مش متوفر عندنا الترتر ده هقول لكم على البديل بتاعه واحنا شغالين دلوقتي. هاجي هنا طبعا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين لفيت التربيعه بتاعتي كلها. اخر طبقه معايا من الزجزاج هركبها فوق الترتر اللي انا عملته ده، عشان بس ندينا تقفيل وفينش كويس للفكره بتاعتنا او الشغل اللي احنا بنعمله. فكره التابلو ده حلوه قوي، زي ما بقول لكم لو اتعملت فكره مشروع مربح روعه جدا، وحاجه اللهم بارك يعني زي الفل. هنشوف في الاخر النتيجه عامله ازاي. طبعا انا لفيت اخر شريط وبقى عندي ده شكل التابلو والتربيعه بتاعته كلها. هجيب كلمة هنا عندي طبعا لفظ الجلالة، كلمة محمد، كلمة يا رب اللي انتوا عايزينه. طبعا انا عندي كلمة يا رب. مختارة تصميم اللي انتوا برضو تحبوه. بطريقة الكتابة اللي انتوا عايزينها. خدته كده وكاتباه بالقلم الرصاص وضغطت عليه زي ما انتوا شفتوا. وهقلبه على ده الورق اللي هو الورق المراية اللي هو بتاع علب التورت والجاتوهات والحلويات. اخدته كده جزء منه قصيته وحطيت الكلمة بالمقلوب زي ما انتوا شفتوا، وضغطت عليها بالمقص. وبعد كده طبعا هبتدي ان انا اقصها. لو عندكم كربون نقدر نعمل الخطوة دي بالكربون. هاجي بقى دلوقتي انا هنا هلزق الكلمة، مش هلزقها بالشمع، انا هلزقها بالدبل فيس زي ما انتوا شفتوا كده. لاني الشمع هيأثر معايا في اللزق المراية او الورق المراية ده، فهيأثر فيه مش هيديني شكل حلو. فطبعا انا هعمله كده ايه بالدبل فيس، او ممكن الزقه باليو اتش يو اي حاجة من الحاجات دي. طبعا بلزق الكلمة بحددها، يعني بظبط مكانها الاول، وبعد كده ببتدي ان انا ايه الزقها. وعندي كده قلبين عملتهم ماشيين كده بعكس عكاس فوق الحرف كده زي ما انتوا شايفين. عندي هنا اللي هي السحابة بتاعت العلب السمنة ديت، خدتها كده وهفتح مكان. وهبتدي دلوقتي ان انا اتني الطرف بتاعها عشان تبقى هي دي التعليقة بتاعت اللي هعلق منها الطابلو اللي انا عملته. تمام كده. كلها حاجات بسيطة ايه وما فيهاش اي حاجة، ونقدر نشيل حاجة نغير في الالوان اللي انتوا عايزينه. وركبتها بقت معايا بالشكل ده، وده الشكل النهائي للطابلو. يا رب يكون عجبكم ما شاء الله. الله يعني اللهم بارك، طلع حلو قوي وشكله تحفة. يا رب يكون الفكرة كانت سهلة وبسيطة بالنسبة لكم. بجد نفذوه لانه بجد يستحق ان هو يتعمل بجد يعني.
بس كده، اتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو طبعا لو عجبكم، ومتنسوناش باللايك. الفكرة التانية، انا عندي هنا بقى دي هنا اسطمبة من الكرتون برضو دواير، يعني انا برضو عملت 3 طبقات فوق بعض ومغلفاهم برضو بالورق. انا هنا هستخدم بقى خيط او قماش الخيش. خلفت كده زي ما حضراتكم شفتوا نفس الخطوات اللي عملتها في الفكرة الاولى، وبعد كده قفلت كده برضو الجوانب بمسدس الشمع عشان اغطي كل الكرتون. عندي ده طبعا ايه الشريط اللي هو او الخياطة بتاعة شكارة الخيش، قصيتها وخدتها هقفل بيها فكرة الطابلو بتاعي. انا هنا مستخدمة طبعا دي كانت شكارة من الخيش، زي ما اتعودنا مع بعض انا بجيبها وبغسلها يعني بعد ما بتنشف بشيلها بحتفظ بيها وبنستخدمها عشان تبقى بس نظيفة في اي فكرة احنا بنعملها. ابتديت ان انا كده لزقتها حوالين الشرق، يعني الجزء اللي انا قصيته ده لزقته حوالين الطابلو وعملت لها يد زي ما احنا شفنا. وطبعا انا هنا جبت عندي خيط من الخيط المكرمية لون ذهبي، ابتديت ان انا الفه كده ازين بيه، او ممكن اي شريط متوفر عندكم. طبعا هنا برضو فكرته بسيطة الطابلو دوت وسهل جدا. عندي هنا كلمة محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تقدروا برضو تختاروا التصميم اللي انتوا عايزينه، بتكتبوه بالطريقة اللي انتوا حابينها اللي انتوا تفضلوه. طبعا جبت هنا ده فوم، عندي فوم بيج، وابتديت ان انا فوم بيج ساده من دون جليتر وبدون لزق كمان يفضل. ابتديت ان انا حطيت برضو الكلمة بالمقلوب وضغطت عليها بما ان انا عاملاها بالرصاص وقصيتها بالشكل ده. انا هنا دلوقتي هبتدي عايزه اثبتها. اعمل ايه بقى في الخطوه دي؟ بما ان الكلمه بتاعتي فيها يعني تفاصيل كتير، فمش هينفع ان انا احط شمع والزقها مره واحده هتبوظ معاكم، لا انا بثبتها الاول في المكان اللي انا عايزاه، وبعد كده ببتدي امسك جزء جزء زي ما انا بعمل كده، اقلبه واحط عليه الشمع والزق، واخد الجزء اللي بعده والجزء اللي بعده لحد ما الزقها كلها. انا بعمل كده عشان الكلمه تطلع معايا مظبوطه. لو مسكتها قلبتها وحطيت عليها وجيت الزقها هتلاقوها اتلخبطت معاكم وكل حاجه مش في مكانها، خصوصا لما تكون كلمه فيها تفاصيل شويه. بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا انا هنا حطيت فيونكه فوق، دي فيونكه كده عاديه من الستان الذهبي او اي حاجه اللي موجود او انتوا عايزينه، حسب هنا بقى الالوان والحاجات دي حسب اللي متوفر عندكم. وبكمل الكلمه بتاعتي، ده برضو بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، وزي ما قلنا نقدر نغير الكلمه بالكلمه اللي انتوا عايزينها. افكار رقيقه وشيك جدا وحاجات بسيطه وسهل تنفيذها، نقدر نعملها فكره مشروع وفي نفس الوقت كمان ممكن نعملها ديكورات لبيتنا. عندي هنا دلوقتي كده بوزع نقط من الغيرة، وعندي هنا ده استرسات كده ازاز ببتدي ان انا هوزعها على الكلمة بتاعتي بالشكل ده. وعندي برضو شوية من اللولي وبرضو هوزعه على الشكارة معايا، على شكارة الخيش. يعني هنا طبعا الفينش ده برضو يرجع لكم، حبيت ان انا يعني ابسطها عليكم بقدر الامكان وما احطش اي حاجات غريبة، لا كلها حاجات بسيطة وسهلة. حابه اقول لكم، نسيت اقول لكم على حاجه. الفكره الاولى طبعا انا عملت الدواير اللي هي الترتر ديت، الكارت اللي هو الورق المرايه اقدر اقص منه دواير واعمل منه دواير الترتر دي، يعني بغطاء ازازه كده بعلم وبقص وابتدي ان انا اشتغل بيه للي مش متوفر عنده ترتر او مش حابب يكلف نفسه ويجيب. تمام، عشان انا قلت لكم هقول لكم على البديل وافتكرت اقول لكم دلوقتي. طبعا انا هنا عندي كام ورده كده حبيت اكسر اللون شويه، لزقتهم كده بكام ورقه فوم برضو وشجر. وعندي هنا دي قطعة سلك حطيت فيها في الطرف بتاعها خرز، وهلزقها بس تديني منظر مش اكتر. ودي كانت فكرة الطابلو التاني. يا رب تكون الافكار النهاردة عجبتكم، سهلة وبسيطة، وقولولي هتعملوها ان شاء الله ولا لا. بس كده، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.